السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتور محمد نجيب زيادة، أخصائي علاج الجذور والتجميل، وده مركز ناس لطب الأسنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ تاني أسئلة تانية بنجاوب عليها. سؤال برضو بيتكرر كتير قوي: هل لازم بعد حشو العصب الضرس ده يتعمل له طربوش؟ الإجابة إن لازم الضرس ده يتغطى، لازم يبقى فوقيه كفر يحميه، لان الضروس لما بتتحشي عصب، الضروس الخلفيه لما بتتحشي عصب بتبقى ضعيفه جدا وقابله جدا للكسر. الضرس نفسه مش الحشو قابل جدا انه ينكسر، فلازم اغطيه بكفر يحميه من اي فورس بتنزل عليه او من قوه المضغ اللي بتنزل عليه. طيب يتغطى ازاي بقى؟ في كذا طريقه ممكن نغطيه بيها. ممكن نغطيه بطربوش، ممكن نغطيه بحاجه اسمها اندوكراون، ممكن نغطيه بحاجه اسمها اونلاي، وفي كذا طريقه الدكتور هو اللي بيحددها على حسب حاله الضرس وعلى حسب كذا حاجه بيشوفها في الضرس ده. فالاجابه ايوه، الضرس لازم يتغطى يا اما بكراون او باي حاجه تانية. ده كان سؤال برضو بيتكرر معنا، وفي اسئله كتير لسه جايه، ولو عندك اي اسئله سيبها لي في الكومنتس وان شاء الله نجاوب عليها، واشوفكم في الفيديوز الجاي. سلام.